الزول في اللون مازال تيكيوساكا كنت ويا سي طغمط غانطا يدي تمازغا نغطم فرانت أكان زغام ماشي ديون بوغ نارسيني تسعة تيكيوسان كيت بويا وندا طاسا كيكين بوكا دي قدشن دي تمازيغ ثما دي قلنا السرطان نيذلس توسنيوين أرثاقيران ثوالام بويا بويا مدين القاون سي تكزارين تي كاناريين هاكين داغنيا نبويا ونسي سيوا سي مصر من الميكان نبو كوني داطاس نبو داطاس ود ما ونداني سي المغرب تونس ليبيا وغاد ميغان طاني نروح غنسي كيتا نروح غير المالي انواع دي قولن ونصغيرة ثورة داكن دي غافر المالي دي النيجر تيديرن يتيدير أغرف نيموشار مقارن آزواد وكذا لقينا بوسكين أبو بكر الأنصاري نتا دمغناس كوني شدن رغم مجيث ثم الشخص مزغ سومتا دانير إلا قلنا السرثان شكور إلا يطف كيثورا سي جوج لفوستان يون وموسو السرثان منقار لو كونغري ناسيونال أزاوديان أجراو غناو من أزواد الزلف لك مس أبو بكر الأنصاري الزلف لك أزول فلاك. ابو بكر الانصاري دقو تحصون ذاكن تم شخصي يهضر يلول ذا مشاغ ازواد يلول ذك سكواس سوفاين جنبهم كان مقام قندام كي نزقاد ذك ثمناط ان توبكتور يديزكان جثافه اجافا المالي ويدي من قار تونغا كي نقراس ازواد ديون كي لان ذا نغماس وذا نغماس يعني ميليتون جورناليست يخدم تاتسكي غرميسن لدغا يفن تالي تكنين يخدم كويني منقار ارميس الشرق الاوسط جريد الشرق الاوسط يكتوسنن يخدم سي الماروك دينا اللي تسيرو كيكيا كوين يشدن غار ثموثيس وغارفينس يموشار نزوان داني سومثا غارف مسات نتمازيغت نمازيغن ذيك فرت ويافا يلا داني ذوين كلان ذي مضبر ذوين منقار الجبهة الشعبية لتحرير الزواد 92 إلى 94 داني يخدم طاس كيغميس كيكي قلنا كيكي ديال الموريتاني ثورا كثورا المندن تغلستينس سيكوريتينس يتيدير دي موريتانيين ذا شكي ثورا نساولاس أغدينا الموريتانيين داكا يخدم طاس تسعونين دينا دير ميسن دي موريتانيين يتمسلايد دارنير أفين كيشدن تمثلت نسن أبو بكر الأنصاري دارنير يغرى دي السعودية يغادي السعوديه ويتساووا نغمات استعرف انك يكون نمسلايس مشاخ هذا تزغام من يكوني وتنفهم شكون تما الشخص ماشي ام تشاويت ناخذ مزربيت ناخذ شي الحيث ريفيت عافيك قرن شي طحرات مسلايت ناخذ قبيليت مشا تما شخص بعد ما كان يبعد زنزول نتمازغ ايه انك دولا قال يكون كيني غتصوضر ازنان انو اكني وثان وقادر دي توالينا دي سنين تمسا تكين ازواد استعرض سيني غرا سيني خدم ماشي داغفل تزغم بلي يكون بيكو 5 توتليت ماشي داغفل اول كان ان مسهم بوغا غنار مهواس اسبانيوليت مهواس سجليزيت ستروميت استعرض توتلاين ياك كيف نسعت ازل يون هذوك مضى اللي هي ابو بكر الانصاري قدمتك باللغه القبائليه قلت ما سمعت أظن أنك فهمت بصفة عامة ما قلته السؤال الأول أنت بوجهة نظرك يعني ماذا الذي جعل أبو بكر الأنصاري من الصحفي يذهب إلى الميدان السياسي ويؤسس هذا الحزب أو هذه الحركة السياسية التي تسمى بالمؤتمر الوطني الأزوادي؟ هذا هو السؤال الأول. هو الذي حولني من الإعلام إلى السياسة أو حولني من الإعلام إلى النضال الميداني هو عدم موافقتي أولا الحاجة الإعلامية للقضية الأزوادية. القضية الأزوادية كان هناك تعتيم إعلامي عليها خاصة في فترة التسعينات
لأن هنالك صفقات أبرمت في تلك الفترة بين الدول التي تملك وسائل الإعلام العربية الكبرى وبين دولة مالي على خلفية حرب الخليج مثلا، فكانت مالي والسنغال منحازة إلى دول الخليج ضد العراق، وبالتالي أصبح هناك تعتيم إعلامي وأصبحت هناك صفقات للتضييق على الإعلاميين. وأيضا أنني كنت من الرافضين للاتفاقيات التي رعتها الجزائر في تلك الفترة، خاصة ما سمي بالميثاق الوطني عام 92، والذي كنا نرى أنها اتفاقيات مجحفة، كان الهدف منها هو نزع سلاح المقاتلين الطوارق وإدماجهم في مالي دون توفير الحد الأدنى من الحقوق الأزوادية التي من أجلها سالت الدماء ومن أجلها نضل الشعب الأزوادي. لذلك قررنا أن نقوم بنضال سياسي على طريقة التجربة الكردية وعلى طريقة حتى الأحزاب اللبنانية المعارضة للوجود السوري في لبنان، واقتبسنا من هذه المشرق العربي الفكرة التي كيف تقاوم بالقلم وتحقق بالقلم ما لم تحققه الرصاص ولم يحققه العنف. وبالتالي رأينا أن نعارض السياسة الجزائرية في تلك المنطقة عبر الإعلام وعبر تأسيس حزب سياسي، لأن التجربة الحزبية هي التجربة الوحيدة في منطقة أزواد، فلم يسبق أن تأسس في أزواد حزب سياسي قبل حزبنا، ولم يسبق لأحد أن مارس العمل السياسي السلمي في أزواد قبلنا. ما كان يحدث في الماضي هو انتفاضات مسلحة تقوم، ثم بعد ذلك تأتي الوساطة الجزائرية، ثم تخمد تلك الثورة، ثم يعود المقاتلين، وعندما تخفق الاتفاقيات يعود السلاح مرة أخرى. لذلك قررنا أن نختصر على أنفسنا كل هذه المسافات ونؤسس حزب سياسي مطالب بالاستقلال ومطالب بالانفصال، ورافض لجميع الاتفاقيات التي رعتها الجزائر، ورافض جملة وتفصيلا للدور الجزائري في أزواد، والذي نعتبره مثل الدور التخريبي السوري في لبنان. وهذا ما جعلنا حزب مميز، لم يسبق أن دخل في أي مفاوضات مع مالي، ولم يسبق أن شارك في أي اجتماع في الجزائر، ولم يسبق له أن شارك حتى في اجتماعات القذافي التي كان يعقدها للطوارئ. كنا حزب مستقل ننادي بدولة أزوادية موالية للغرب، مثل دول الخليج، مثل دول الشام، مثل حتى أي دولة مستقلة موالية للغرب. هذا ما كنا نحلم به، أن نؤسس دولة طوارئية موالية للغرب، واعتمدنا في ذلك الأسلوب السياسي، وأقمنا علاقات مع الأحزاب السياسية التي تشبهنا في الأوضاع، مثل الأحزاب الكردية، مثل الحركة الأحوازية، مثل بعض الأحزاب حتى في لبنان المعارضة للوجود السوري في لبنان. وبذلك استطعنا أن نكون الحزب الوحيد في الساحة الأزوادية، بينما البقية يقوم بحركات سياسية ولها أجنحة سياسية. يمكن كنا تسمع شي دينا مس ابو بكر الانصاري انك ذاك وقبل تلاليث وموسو ناغا كافا كتسلحاي نتا كاتو اجراو اغلنا وازواد لسيانا انك قبل نشتكي شكلات دي زوج الف وستة يا كاين يشدنا السرثيث موسو ثنا كافا انك كاين نزاوديين تروحون سوذ منطقه نار نطغاف نسلاح نوزال مشى نكوني الناس متشككين يتدون شغال لها نكوني الناس نكون تكي ثمانينو تدا نزمر انه انا سنة نسرتنا ما نسير من تلويث هذا شكي تجان نتا يشولد كابا كيل سيانا لو كونغري ناسيونال ازاوديا عندها يسعى الساغن ودي موسوث النظام غرفان يتناغن غاف يون قسوين لدغا يكورديين يون دريثني داكاكيا ماشا هذا النوع الغوص القيت يون يعني سقسين ايلين ذي ثقانا قلت انا لك تحالفات مع مع الأحزاب والأنظمة السياسية خارج أزواد ساحة أزواد، ولكن تكلمت في نفس الوقت كذلك مع اتفاق الجزائر الذي على ما أظن لو كانت أتذكر جيدا حدث في 2015 ولكن ألغي مؤخرا هذا الاتفاق الجزائر. ممكن تعطينا ما هو هذا الاتفاق الذي يسمى باتفاق لاكور دالجي او اتفاق الجزائر؟ تفكرنا يعني ماذا حدث؟ ما حدث أنه بعد الربيع العربي عندما انهار النظام القذافي، خرج بعض المقاتلين هل نقول ربيع شمال افريقيا او ربيع العربي؟ يعني الانظمه الاكثر يعني سقوطا هي من شمال افريقيا، يعني كيفاش نقولوا ربيع عربي؟ انت من تماشقت يعني امازيغي لابد ان نقول لا ربيع ديمقراطي على الاقل. هو الربيع العربي هو التسمية التي أطلقتها الفضائيات في تلك الفترة، خاصة فضائية الجزيرة وغيرها. والربيع العربي عصف بالأنظمة التي كانت تعادي الحركة الأمازيغية بصفة رئيسية، خاصة نظام القذافي الذي كان من أشد الأنظمة عداء للحركة الأمازيغية، وله صولات وجولات في قمع الأمازيغ. ومن أبسطها أنه سجن مطرب أمازيغي لأنه غنى في عرس عائلي باللغة الأمازيغية، وسجن 15 عاما.
أردت أن نوصل الفكرة أنه هذه التسمية هي التسمية التي كانت سائدة في الإعلام، خاصة الإعلام الذي غطى تلك الحقبة، وخاصة إعلام الجزيرة. وأنه بعد سقوط نظام القذافي خرج كثير من مقاتلين الطوارق وأسسوا الحركة الوطنية لتحرير أزواد، واستولوا على واستطاعوا أن يطردوا الجيش المالي من أراضي أزواد ويعلنوا دولتهم. ولكن جاءت فرنسا وبعد ذلك الجزائر وأبرموا اتفاقية وغادوغو. وغادوغو كانت عبارة عن تنازل عن الاستقلال، ثم جاء اتفاق الجزائر لكي يعصف بكل المكتسبات الميدانية ويجرد الطوارق من كل المكتسبات التي حققوها بالميدان، والانتصارات العسكرية تحول إلى هزيمة سياسية وتحول إلى مجرد كأنك تطلب المغفرة من مالي. هذا الوضع، يعني ما تريده مالي هو فقط أن ينزع السلاح من المقاتلين الطوارق ويندمجوا في الجيش المالي، وتقوم هي وتعيش في الأرض فسادا وترتكب جميع الحماقات التي تريد. وعندما حدث انقلاب قبل سنتين عام 2022 في مالي، أو حتى 2020 تقريبا، هذا النظام ألغى اتفاقية الجزائر، لأنه أصبح يشعر أن لديه فائض من القوة بالدعم الروسي بدعم حركة فاغنر، فلم يعد بحاجة إلى الجزائر. والقاسم المشترك بين الجزائر والنظام المالي هو قمع الحقوق المدنية للطوارق ومنع الطوارق من تحقيق أي شيء في حياتهم. النظام الجزائري والنظام المالي متحالفين ضد هذا الشعب بشكل يعني دراماتيكي منذ عام 63. وبالتالي نحن رفضنا للاتفاق أنه كان يهدف فقط إلى نزع السلاح من المقاتلين ودمجهم في الجيش المالي، ولا يهدف إلى تحقيق أي شيء من المكتسبات التنموية أو الحقوق السياسية أو الحقوق الاجتماعية للطوارق. لذلك نحن رفضنا هذا الاتفاق جملة وتفصيلا. ولم يكن هذا فقط الاتفاق الذي رفضناه، بل نحن رفضنا المسار الجزائري برمته، ورفضنا الدور التخريبي الجزائري في الساحة الأزوادية. ومقالاتنا مشهورة منذ سنوات أننا مصنفون حتى بالنسبة للجزائر بأننا معارضين لها. مقالاتنا معروفة وانتقادنا للسياسة الجزائرية معروفة، ونعتبر أن الجزائر هي العائق الحقيقي أمام حق تقرير مصير الشعب الأزوادي. وبالتالي ما حدث كان عبارة عن محاولة نزع سلاح الطوارق ودمجهم في مالي. هذا ما كانت تريده الجزائر، وهذا ما هو اتفاق الجزائر. الاتفاق فشل لأن مالي تحس أن لديها فائض قوة بسبب الدعم الروسي، ولم تعد بحاجة للجزائر، وأصبحت الدبلوماسية الجزائرية في وضع حرج، فلا هي مقبولة لدى الشعب الطوارقي. ومالي التي عملت من أجل الانتصار لها في حربها ضد الطوارق لم تعد بحاجة إليها، فأصبحت كما يقولون بالمثل العامي لا بلح الشام ولا عنب اليمن. كي يسهم من ثوان 2015 للجزائر يخسر في 2022 بالمكان. انا وكذلك تموت المالي ثورا خسنت الناس حويجانا الجزائر ثورا شكون نشد نتصر موسك لي ميليسي من قام كي واغنر حوجنا الجزائر. ولكن السؤال يعني الذين يتبعون الساحه الازواديه السياسيه ماذا يحدث؟ يعني المالي افسخ هذا عقد الجزائر لأسباب أخرى، مش فقط لا يحتاجون للجزائر لأن هناك طرف الروسي والفاغنر وإلى آخره كما قلت، ولكن يبدو أن هناك مشكل أن لا حدث مع شيء ما في الجزائر العاصمة رئيس تبون يعني استضاف إمام أو نعم، تقصد استضافة الرئيس عبد المجيد تبون لمحمود ديكو الذي يعتبر مهندس الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا. وتعتبر هذا الجزائر، هذا وش فهمت أن المالي قطع العلاقات مع الجزائر لهذا السبب، أليس كذلك؟ لا هو مالي عبارة عن مناورة، عبارة عن سقف. مالي تريد أن ترفع سقف، تريد من الجزائر أن تخفض سقف تدخلها في الشأن المالي. الجزائر تريد أن تقول لمالي إنها لم تعد ذلك الصبي الذي ممكن أن تتلاعب به الجزائر، لم تعد ذلك الصبي غير الناضج، أو غير ذلك المراهق الذي يحتاج إلى وصاية من هو أكبر منه. مالي الآن تريد أن تقول للجزائر أنها تريد أن تحل مشاكلها بنفسها بعيدا عن التدخل الجزائري. وهذا طبعا لا يرضي غرور الدبلوماسية الجزائرية التي تعتبر نفسها وصية على شمال أفريقيا بأكمله، وأن جميع الدول التي حولها من ليبيا وحتى المغرب ومالي والنيجر وغيرها يجب أن نكون دوما تتلاعب بها. وهذا غير ممكن من الناحية العملية، يعني هذه دول ذات سيادة ولا يمكن أن تتلاعب بها الجزائر. قد تغض الطرف عن بعض التدخلات الجزائرية من أجل حسن الجوار أو من أجل تمرير بعض الأمور، ولكن ليس إلى درجة الوصاية الشاملة على مالي. ما تريده الجزائر من مالي هو إضعافها. الجزائر تريد أن تضعف مالي حتى تكون دائما بحاجة إليها، وتريد أن تستخدم بعض الحركات التي لها تأثير عليها كفزاعة على مالي. وهذا الموضوع أصبح بالنسبة للماليين مرفوضا.
لكن بالنسبة لنا نحن كأزواديين نعتبر أن الجزائر أكثر عداء للقضية الأزوادية من مالي نفسها، لأنه مالي في مرحلة من مراحل الصراع كادت أن تمنح الأزواديين حكم ذاتي من أجل أن ترتاح من هذا الملف، ولكن الجزائر هي التي رفضت وقالت إن أي تقدم في هذا الملف يهدد أمنها القومي. لا أدري من أين استمدت هذه الخرافات أنه يهدد أمنها القومي. نحن شعب مغاربي والشعب الجزائري شعب مغاربي وشعب واحد في منطقتين. أين التهديد؟ يعني خرافات يعيش عليها الجنرالات، لأن الجنرالات في الجزائر يؤمنون بسياسة تخويف الشعب الجزائري من مؤامرات خارجية حتى يبقوا هم يستبدوا ويأكلوا المال العام ويأكلوا أموال النفط ويستبدوا بالشعب تحت حكم أن هناك تهديدات خارجية. يعني أردت أن أوصل لك الفكرة أن الغرور الجزائري ومحاولة استصغارها لجيرانها هو الذي أوصل جيرانها إلى التمرد عليها ورفض وصايتها. كل ما شدينا مس ابو بكر الانصاري نيك الجزائر انت تمزوا موثق نزوديا مشاغ نزود شكون المالي نقال المالي يبغى يفك ثمانيث يزوديا ثمانية من سنتي من سن الجزائر يخدم يعوقني وكن ديتي لي مشتكي هذا الشكل ذا سقسي لماذا ابو بكر لماذا الجزائر غير مستعده او لا تريد لماذا الجزائر ترفض فكرة التسيير الذاتي للأزواج في الماضي في المالي؟ ما هو السبب عندك أنت؟ شفت أنت يجب أن هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن بعد انتصار الثورة في الجزائر نصب نظام موالي لجمال عبد الناصر، يعني سرق جهاد الشعب الجزائري. نضال الشعب الجزائري وجهاده سرق وأصبح في ورقة بيد جمال عبد الناصر، وأصبحت الأنظمة المشرقية وخاصة نظام جمال عبد الناصر هو من يملي على الجزائر سياستها الخارجية ومصالحها ويؤلبها ضد جيرانها، تارة ضد النظام الملكيين في ليبيا وتارة ضد النظام الملكي في المغرب، وأصبح يخوفها من الطوارئ بحجة أن هذا سيؤدي إلى دولة أمازيغية والجزائر دولة يجب أن تكون على القومية العربية إلى غير ذلك من تلك الأمور. وبالتالي أصبحت الجزائر تنظر إلى الشعب الأزوادي نظرة فوقية، لا تريد له حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت لا تريد لمالي أيضا أن تكون دولة متمكنة فتتلاعب بجميع الأطراف. ويعني لا توجد أسباب مقنعة تجعل الجزائر تعادي الشعب الأزوادي، ولكنها لديها بعض المرضى النفسيين الذين يوهمون أنفسهم بأن أي تقدم في أي منطقة ما يهدد زعامتهم الإقليمية، ولكن على أرض الواقع لا يوجد من يهدد زعامتهم الإقليمية، ولا يوجد أيضا من يفكر في مثل هذه الأمور. الجميع يريد علاقة حسن جوار مع الجزائر ويريدها أن تكون يعني جزء إيجابي من الحل، ولكن هي التي لديها بعض الأوهام التي لا تسمح لها بأن تلعب أدوار قيادية. شو مثلا شو دينا مس أبو بكر الأنصاري نك ذاك الجزائر تقوى تصاتص هاف ديال سوا سندا ثمنات ياك نغرف يعني غرفان انت مازغا غادي سعو غادي حكمي مانيس شكون لان ديال تيبوغان وكن غرفان يغني مازيغان كي ادو غانا حكم لي منسن شكون تساف شود ديما سكو سمي تلا ثيموننت الجزائر شدن ثموت الجزائر اول نك الجزائر غرفي عرف جمال عبد الناصر عرف انا ديسنيكم ميال في عرف ماشي زين تبغى الجزائر بغا يا ما الا ماليا كيسن يموشاغ نزود ثيموننت ذا شنادي ماشي ثيموننت كيمانيت يعني شتن ديسونتراليزاسيون داينا يجني غرفا نظن ديال الجزائر ولا سيفرتو كافا يجن اي ديالنا كيمانيت يا الاغرب في كثيرا ذيكس تشكيك جان الجزائر تساقوا تصاتص متتكي النزوات مشا تيجا فوقات مخالفه شكوتوها وهذا المالين هذا بوتيكي دينا يغال ذا الجزائر كيتزغم اولاد وكاديك ذي مضبغنا كيثوها ناس مايلا الجزائر فيها شوال وغاد نكني غاد كاين شوال شكي الا دواول ثقيركي غنفش شكي سؤال الموالي ابو بكر انتم قلتم لكم تحالفات مع بعض الحركات الأنظمة السياسية في المشرق العربي، ولكن هل في التمازغة ما تسمونهم أنتم المغرب أو المغرب الكبير يعني التمازغة أحسن يعني لو حبذا لو الصحفيون مثلكم تستعملون كلمة تمازغة أو شمال أفريقيا لأن الكثير من ينسب كلمة المغرب العربي يعني الانتماء إلى العرب ولكي نحاول أن
نمحو هذا الاسم المغرب، نستعمل كلمة تمازغة، أو بصفة عامة بلدان شمال أفريقيا، أو كما يسمونها حتى السياسيون الأمريكان هنا في كندا وفي الولايات المتحدة يقولون ميدل إيست أند نورث أفريكا. نورث أفريكا يعني لماذا كلمة المغرب؟ لأن المغرب هذا لاحظت أنتم في موريتانيا وحتى في المغرب تستعملون، أو في المالي تستعملون هذه كلمة المغرب، ولكن كلمة المغرب عند القبائل بصفة والأمازيغ بصفة عامة تاع الشمال يرفضون هذه كلمة المغرب يعني. تقول لماذا نحن كإعلاميين لا نستخدم مصطلح تمازغة أو شمال أفريقيا ونصر على كلمة المغرب العربي أو غير ذلك؟ أنا شخصيا من الذين يستعملون كلمة المغرب الكبير، يعني منذ سنوات وأنا أستخدم كلمة المغرب الكبير. ما معنى كلمة المغرب؟ يعني نقاش بيني وبينك. المغرب يعني المغرب المغرب العربي يعني بصفة عامة. حتى كلمة المغرب الكبير، المغرب نسبة لعالم العربي، يعني هناك مغرب ومشرق. لهذا السبب القبائل لا يرفضون هذه كلمة مغرب، وحتى فرنسا وراء هذه الكلمة مغرب، لأن نسبة للغرب العرب، غرب العالم العربي. هذا هو اللي خلى القبائل يرفضون هذه الكلمة أو المصطلح. هل توافقون ذلك؟ هل توافقون ذلك؟ نعم، أنا أوافق على أن كلمة شمال إفريقيا أو كلمة تمازغة مصطلح يصح أن نتفق عليه نحن كحركة أمازيغية أو كمناضلين أمازيغيين بأن يكون هو المصطلح الرسمي لدينا. حتى امريكا، الولايات المتحده والكندا يستعملون ميدل ايست اند نورث افريكا، لما يستعملون ميدل ايست اند مغرب او مشرق المغرب، كما يستعمل من فرنسا صحفيين فرنسيين للمغرب، او حتى انتم كصحفيين في المغرب وموريتانيا والمالي تستعملون بصفه خاطئه هذا المصطلح. هو مصطلح يعني دارج منذ سنوات، والمصطلحات الأخرى لم تتح لها فرصة أن تشاع في المنظومة الأمازيغية. ولكن نحن كصحفيين امازيغيون من جهتنا ومن جهتنا لكم، حان الاوان اللي كان نستعمل مصطلح شمال افريقيا. لو هم يرفضون تمازغه، نحن نرفض المغرب، على الاقل الحكم الجغرافي، يعني الحكم الجغرافي هو شمال افريقيا. جدا، وايضا ساقول لك انه بالنسبه للقبائل يعتبرون بالنسبه قدوه لنا في الحركه الامازيغيه، لانهم هم من ايقظ الروح الامازيغيه في شعوب شمال افريقيا باكملها. الربيع الامازيغي في الثمانينات بدا في تيزي اوزو، وبدا في عند القبائل، والروح الامازيغيه اصلا بدات تنتعش، وبدات الناس تعي لهويتها الامازيغيه بفضل نضال القبائل. ونحن كحركه امازيغيه او كمناضلين امازيغيين نعتبر القبائل اساتذه لنا في نضال الحركه الامازيغيه، ولهم السبق ويستحقون منا التقدير، وخصوصا نضالات فرحات مهني والشهيد معطوب والناس وغيرهم من المناضلين القبائليين الذين كان لهم السبق في ابراز الحركه الامازيغيه وابراز الهويه الامازيغيه، وايضا من سار على نهجهم امثال الشهيد كمال فخاري المصابه وغيرهم. نحن نعتبر انه القبائل والمصابه كان لهم دور في النهضة الأمازيغية التي نحن نعيشها الآن، والتي أصبحت الآن يعني تتمدد حتى على مستوى المغتربين. كل ما شدينا كيقارن كونيا القبائل ديما دام نثني يجزوا نتمنوا هكا في مزاق اللي ساكوين طاس كي ديك مزغا كي تدنا ونتسمى صرفني امين الوحاشي باش كني ذاني ولا كني نتمثلنا اللي بين بروحها تساوي ديما اقبالين دام ديا شكون نيكوي ديفان امنو غا مزاق ينجنتوغا الشغل اللحون اكني وثان هذا السقسافي ونسقسيها خاطر يتوقف كاع ثموث بلي انت دي تيلي قلنا كي نتسرتيت داك كاي يجن سقسي شكون ديما اي مازيغون قبليا اي مازيغون مفيش كي كان ادي فاد تحت فاتنا في اللانغ تسوينا بلي ساعه مساغون كذا اسرائيل ارتقانا بغاز في كثير داك تولي مس انفكي كنا ابو بكر الانصاري. سؤال أبو بكر، لماذا تتم شيطنة الحركة الأمازيغية في دول شمال أفريقيا ويتم دائما ربطها بالصهيونية وإسرائيل، في حين أن كثير من نخب المشرق العربي وخاصة بالخليج أصبحت تسخر
من ادعاء العروبة في شمال إفريقيا، وأصبحوا يطبعون مع إسرائيل علنا وإعلاميا. السؤال: ما هو النموذج الذي يمكن للحركة الأمازيغية تقديمه، والدور الذي يمكن أن تلعبه في صناعة السلام بالشرق الأوسط؟ هذا هو سؤالي. هو الحركة الأمازيغية، يتم شيطنة الحركة الأمازيغية في منطقة شمال أفريقيا لأن هناك نخب مرتبطة بالمشرق العربي، إما نخب إخوانية أو نخب ترتبط ببعض التيارات، وترى في شيطنة الحركة الأمازيغية نوع من الشعبوية ونوع من دغدغة العواطف ونوع من محاولة إبراز أنهم متميزين أو شيء من هذا القبيل. ولكن لو تبعنا في منطقة الخليج العربي سنجد أن هناك نهضة داخل منطقة الخليج. لماذا؟ لأن دول الخليج بدأت تعيد حساباتها وبدأت تكتشف من هو العدو الحقيقي لها، وهو العدو الفارسي الإيراني. وبالتالي اكتشافها أن عدوها هو العدو الفارسي، وأن الصراع العربي الإسرائيلي بدأ منذ عام 48، وأن الأحقاد الفارسية بدأت منذ ما قبل الجاهلية وحتى أيام ذي القار والقادسية وغيرها. فأصبح هناك وعي في منطقة الخليج العربي بأن عدوها الحقيقي هو المد الفارسي وليس الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تعد بحاجة إلى المتاجرة بالقضية الفلسطينية أو دغدغة عواطف الشعوب العربية. ولذلك أصبحت هذه النخب تطبع علنا مع إسرائيل وتقيم معها علاقات إعلامية لمواجهة المد الفارسي، بينما نخبنا في المنطقة المغاربية لم تصل إلى هذا المستوى من النضج وما زالت تدغدغ عواطف الشعوب بقضية فلسطين وما إلى ذلك، في حين أنها تتناسى التاريخ الأمازيغي الحقيقي وتاريخ شمال أفريقيا الحافل بالتعايش والتآخي المسلم اليهودي المسيحي في هذه المنطقة، حيث قاوم المسلمون والمسيحيون واليهود كأمازيغ أقليات عربية تسكن معهم، قاوموا الاستعمار البرتغالي والاستعمار الإسباني وحتى الاستعمار الفرنسي. وحتى تاريخ الجزائر يشهد بأنه عندما ناضل الأمير عبد القادر الجزائري وأراد أن يدافع عن وطنه وأعلن الجهاد، كل الطوائف في الجزائر تضامنت معه، المسيحية واليهودية وغيرها. كان عنده مستشار من قدر يهودي على ما قرأت يعني. نعم، لديه مستشار يهودي. هذا يعطيك دلالة على أن المنطقة الأمازيغية أو منطقة شمال أفريقيا كان فيها تآخي وكان فيها تواد بين سكانها سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين. هذا التآخي هو الذي نريد كحركة أمازيغية أن نحييه. نريد أن نقول نحن كأمازيغ، الأمازيغي المسيحي هو جزء مني، الأمازيغي اليهودي هو جزء من هذه الحركة الأمازيغية، ويجب أن يكون جزءا من الحراك الأمازيغي، ويجب أن يتعاطف مع القضايا الأمازيغية وألا ينبذ بسبب صراعات لا ناقة للأمازيغ فيها ولا جمل. لماذا مثلا يحق للعراقي مثلا المسلم أن يفتخر بطارق عزيز المسيحي، ولا يحق لنا نحن كأمازيغ أن نفتخر بأندرو أزولاي مثلا اليهودي؟ لماذا لا يحق لنا أن نفتخر بالقمم الأمازيغ الذين يدعمون قضايانا من ديانة أخرى غير ديانتنا، طالما أنه هو أمازيغ ويؤيد قضيتنا؟ فما المانع من ذلك؟ لماذا بقية القوميات يحق لها أن تفتخر بالمختلفين عنها مذهبيا وديانيا، ونحن لا يحق لنا أن نحتفي بذلك؟ لماذا نحاول أن نخلق حاجز بيننا وبين أمازيغ من ديانات أخرى بسبب صراعات في مناطق جغرافية أخرى لا ناقة للأمازيغ فيها ولا جمل؟ لذلك أردت أن أقول لك أن التآخي في المنطقة الأمازيغية بين المسيحيين واليهود والمسلمين في هذه المنطقة الأمازيغية هو الذي يجب علينا أن نحييه، ويكون قدوة لنا في النضال الأمازيغي، ويكون هنالك تضامن مشترك بين جميع القضايا الأمازيغية. القبائل يدعمون الطوارق ويدعمون المصابة، والطوارق يتضامنون مع المصابة ومع القبائل، ويكون كل أمازيغي أينما كان في أي منطقة من العالم هو سفير للحركة الأمازيغية ومدافع عن القضايا الأمازيغية، إن كان في أمريكا، إن كان في كندا، إن كان في فرنسا، أقام علاقات مع أي حزب أو كان ناخبا، يقول لهم إن الصوت الأمازيغي صوتي كأمازيغي مقابل نصرة القضايا الأمازيغية، سواء كانت في القبائل أو كانت في أزواد أو كانت في ليبيا أو كانت في غيرها من الأمور. نريد أن نحيي التضامن الأمازيغي وأن نترك عننا فكرة أن الأمازيغ المختلف عنا دينيا يمكن أن ننبذه ونطرده من المنظومة الأمازيغية على خلفية صراعات لا ناقة للأمازيغ فيها ولا جمل. جميل جدا ماذا قاله أبو بكر الأنصاري. سوف أترجمه إلى اللغة القبائلية. دايني شوهمني لكن نكني سي مازيغون ورجين سعان إغفلان كذا كيكير وكادي كلاندو زاين دي مسيحيين دي نسلمن ديما نتيذيريس دي ثالوث ذوك مزغوي فكان وغادي ركازن كي تلاوين يقلان ونلينا غادي نسلمن كونيا ونشدو يا غا منو غنغ فد اغا الدين ميلا
وكاين ذو ذاين ذا مسيحيين نكوني اين نتيذير اين امكن سيزي كاين لا نتيذير دي ثلويث كذو كذاك اديوسان كاين نتقدر غيثن نتقدر نانا ذو لقا غنشودا منو غاكا النغفورا غاف مسالت ويخضانا كم يبغى دينيا تمثل كاين بالستين هكذا لاسرائيل ماشي تمثلت لنا نكوني نسعى يغفل لنا او يفنن الهو يسن سيمانا نكوني ونسعى اغفل ولا ذيون كي يوث نتاما نكوني عندي كي نسعى دي غفلان مقرث يا كان الاخران لو كان يدسن ونسمقوا لنا سند النظام اذا حتى في التاريخ ابو بكر عندنا رجال ونساء معرف شخصيات عالميه مثل سانت اوغستا وابولي الكاتب والى اخره. ما كانش احنا الامازيغ كما قلت ما عندناش اي مشكل مع الديانات او مع توجهات لغويه. الكل كان كما قلت يتعايش عندنا بصفه سلميه وعلينا ان نكمل على هذا المنوال. ايضا بالنسبه لفكره ماذا يستطيع ان يقدم الامازيغ في احلال السنه في منطقه الشرق الاوسط. الامازيغ لديهم فرصه ذهبيه. اولا هناك يهود أمازيغ في إسرائيل يشكل نسبة كبيرة من الشعب الإسرائيلي، وهناك أيضا في الجانب الآخر من فلسطين وبلاد الشام أيضا مواطنين من أصول مغاربية يسكنون في هذه البلدان. حتى هناك قبائل من قبائل في فلسطين يعني. بالتالي طالما أن هناك أشخاص في بلاد الشام من المسلمين من أصول أمازيغية، وهناك يهود أمازيغ في إسرائيل أمازيغ، نستطيع أن نكون حلقة وصل كحركة أمازيغية بين الطرفين من أجل إحلال سلام عادل وشامل مبني على حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل، مثل ما كان الشهيد إسحاق رابين يعمل مع الملك الحسن الثاني والملك حسين وغيرهم عندما كان هناك عملية سلام مزدهرة. بالتالي يستطيع الأمازيغ أن يكونوا مقربين ما بين العرب الذين تجمعهم بهم الديانة الإسلامية وما بين اليهود الذين تجمعهم بهم الهوية الأمازيغية. وبالتالي يستطيع الأمازيغ أن يكونوا حلقة وصل لصناعة السلام مستدام في المنطقة، ويكونوا أيضا سبب في تحاب الشعوب فيما بينها وبناء نموذج اقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي أو غيرها من المناطق التي ازدهرت اقتصاديا لأنها نبذت العنف الديني والطائفي وغيرها من الأمور، وركزت على توجيه طاقات الشعوب نحو التنمية ونحو السلام ونحو المحبة والتآخي. ولا ماشي دينا ماس ابو بكر انك كنيا اللي مازيغا نسعى كي الحاجه ونسعينا غرفه النظام لكن لاني مازيغ انك كي تيدير انك يتيدير اما دي اسرائيل اما دي فلسطين اما دي سوريا لكن داني وذاين تيدير اما دي المغرب دي تونس كي نكوني نسن مليح نزمان اللي نكوني اذا ساغ غير كي هذا ونكيت نانبو هنا سن ك اسرائيليين كذي بالستينيين وكان الناف سدناف نعاون كاس الناف في فراث وكني هذا راح نسبغي التلويث عندها هذا راح ولا اوغا غا وسجمي نال الديفلوبمون ولا من وقت كي كثورا نكوني سي مازال نزمر ان غير اين ثكين لورو لكن الدور كي كان صراف يوكني هاتني لي التساوث كان سورة انتفاعات الغني ضرونك سماع المس. السؤال الموالي أبو بكر الطوارق إنهم شعب من شعوب الأمازيغ في جنوب تمزغة منتشرين حول 4 دول المالي نيجر ليبيا والجزائر. كالطوارئ كالأكراد في الشرق الأوسط منتشرين عبر 4 دول اللي هما إيران سوريا العراق وتركيا. ما هي وجهات الاختلاف ما بين الشعبين الكردي والشعب الطوارقي؟ سبق أنني كنت كما أسلفت أنني كنت أكتب في بعض وسائل الإعلام الكردية، وكان لي تواصل مع بعض الأحزاب الكردية، وأستطيع أن أؤكد لك أن هناك تشابه في أمور وهناك اختلاف في أمور. التشابه هو في التقسيم الجغرافي أنهم موزعون بين 4 دول، ونحن أيضا موزعون بين 4 دول اللي هي مالي والنيجر وجنوب الجزائر وجنوب ليبيا. وأيضا هناك قمع من قبل كل هذه الأنظمة ولكن بشكل متفاوت، لكن الفرق هو في التعاطي. بالنسبة للأكراد
أدركوا منذ البداية أهمية التعليم، وأدركوا أيضا أهمية الكفاح السلمي. وأيضا كان لديهم مدرسة نضالية اللي هي مدرسة البرزانية التي أسسها مصطفى البرزاني الذي قام بثورة المهاباد في إيران عام 1941، ثم انتقل إلى العراق إلى أربيل وأسس هنالك حركة كردية، وقاوم حتى انتزع الحكم الذاتي من الرئيس صدام حسين عام 72. وواصل ابنه مسعود البرزاني الذي أسس فيما بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب قوة البشمركة التي أصبحت جيش وطني كردستاني. وأصبح الأكراد في العراق هم العمود الفقري للحركة الكردية، ومن خلالها يدعمون الأكراد سواء في جنوب تركيا أو في إيران أو حتى في سوريا. ولكن بسبب تآمر الأنظمة استطاع النظام السوري والنظام الإيراني أن يصنعوا حركة منافسة، وهي الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، الذي أصبح ينفذ أجندة هذه البلدان لكي يعيق تقدم الحركة الكردية بقيادة مسعود البرزاني. نحن في المؤتمر الوطني الأزوادي نفكر في أن نأخذ إيجابيات تجربة الحركة البرزانية بحيث نؤسس حزب سياسي. المؤتمر الوطني الأزوادي يقتدي بالأمير محمد الأنصاري الذي هو كان قائد الثورة الذي قاد ثورة 63 واعتقل بسبب دور مودي بوكيتا في الوساطة في حرب الرمال بين الجزائر والمغرب، وسجن حتى عام 96. نحاول أن نؤسس حزب ينتمي إلى هذه المدرسة ويكون هو بداية النضال السلمي السياسي للطوارق، مثل ما فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني، ثم بعد ذلك يكون داعم لنضال الطوارق سواء كانوا في النيجر أو في جنوب الجزائر أو في ليبيا. لكن المطالب بالنسبة للطوارق تختلف من منطقة إلى منطقة. الطوارق في أزواد يريدون الاستقلال لأنهم يوجدوا أنفسهم في جسم غريب عنهم اللي هو جسم مالي، بينما الطوارق بينما إقليم أزواد هو إقليم مغاربي أو إقليم من تمازغة أو انتزع من منطقة شمال إفريقيا وضم إلى منطقة مالي بدون رضا أهله ورغما عن أنفهم، ويريد الاستقلال عنهم. وقد مارست مالي بحقه جميع أنواع الإبادة والقتل والتهجير وكل أنواع الموبقات قامت بها مالي. في النيجر يطالبون بنوع من الفيدرالية، وفي ليبيا والجزائر يطالبون بالمساواة والمواطنة، وليس لديهم أي أهداف أخرى غير المواطنة والمساواة، ومن يقول غير ذلك فهو يتجنى عليهم. في ليبيا والجزائر هم يريدون المساواة ويريدون المواطنة، لا شيء غير ذلك، وليست لديهم أي توجهات أخرى، ومن يقول غير ذلك فهو إنما يكذب على الأنظمة أو يحاول أن يؤلبها على ضعفاء مساكين لا أحد يزايد عليهم في وطنيتهم ولا أحد يزايد عليهم في حب وطنهم، بل كل أسرة في الهجار وكل أسرة في أوباري تفتخر بتاريخ أهلها وأجدادها في النضال ضد الاستعمار الفرنسي. وبالتالي أن ينكر لا أحد يستطيع أن ينكر دورهم في النضال ضد الاستعمار الفرنسي. أما بالنسبة لأزواد فهو أهله يريدون الاستقلال والانفصال عن مالي، ولكن التدخلات الجزائرية هي التي تعيق هذا المطلب. أكا شي دينا مس أبو بكر إنك باللي أني اسم جارذن من نوع كورديان إجلن جر 4 تمورا دي سماغ الماس كذا نكوني موشار كان راني جر 4 تمورا ذاك نسنين سحنا غرباز عداد زكيون غرباز مقارن مصطفى برزاني مصطفى برزاني ديون بونجاز ومزروي نموسو غرناو أكوردين العراق ميس مسعود برزاني يقولون الثورة عين ديون بونجاز نواني كاكيكين تيقلان ذا سلواي انه نضاض ام نضان كردستان كزغام لي كردستان تورا لي كورد سحان كي كانت الحكومه نضاض ذي العراق بظن دا الفغينسن ذا شكي جان كونين بولاغان اثنين كانت سيوث كنين نوغرفاز مصطفى برزاني دي نجرن افريل منو سمنو نتلويث اثنين جنب الفغينسن نشني كونين السلام ناوض غورس هذه لين ذم ذيا غربزا كين برزاني وكني هاتني كوني سي مشاغ نغال نسى اواني ننسى ذابونا نحكي منا سيمنا. نعود اليك ابو بكر، يعني انت كذلك مناضل في المجتمع او في المؤتمر العالمي الامازيغي، يعني السيما كونغي مونديال امازيغ، تمثل المشاغ او توارق الازواج، اليس كذلك؟ عضو المجلس الفيدرالي للكونغرس الأمازيغي وأمثل فيه الطوارق. اوكي. إلى جانب زملاء آخرين أحدهم كان نائب الرئيس باسم الطوارق.
أدن سميثي كان لكن بوبكر الإنسانية كثيرا الإنسان لان تقول قناو أما ظلان أمازيغ الكونغري مونديال أمازيغ يتمسلاين سي سم لمشاركة كين أزواد ذينا كين قارص طرف عضو فيدرالي في المؤتمر العالمي الأمازيغي. هل من نقاط أخرى تريد أن تضيفها أبو بكر أم سوف أتينا إلى نهاية هذا الحوار القيم بيني وبينك؟ إذا كنا هناك نقاط أخرى تريد أن تضيفها لك الخط. النقطة التي أريد أن أضيفها هو الإشادة بما يقوم به القبائل من دعم القضية الأزوادية، خاصة في المهجر، ما يقومون به من مظاهرات في فرنسا خصوصا التي وقعت فيها، التي قامت يوم 14 يناير الماضي، والدور الذي يقوم به القبائل في حشد الدعم للقضية الأزواد في المحافل الدولية خاصة في فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي وحتى في كندا والولايات المتحدة. هذا دور يعني ساهم في تراجع دور فاغنر، أو حتى ساهم في إفهام فاغنر بأن هذا الشعب ليس وحيدا، وأن هناك من ينقل معاناة هذا الشعب الجريح إلى العالم. ولذلك نحب أن نقدم التحية للشعب الأمازيغي القبائلي الذي كما قلت في بداية اللقاء كان قدوة لنا في النضال الأمازيغي، وهو الذي أحيا الثقافة الأمازيغية منذ الربيع الأمازيغي عام 81 وتطور إلى يومنا هذا، فلهم منا كل تقدير. تنمية ماس أبو بكر الأنصاري وكن تزغم هات نيغاوند أبو بكر الأنصاري وين غران ستاراف رسول لما يتمسلاي مليح حتى وشاق ويفنا السينيغ دينير إمسلايني سينغوران سماشا كلمتك الأخيرة أبو بكر أريد أن تكون باللغة التركية أو تماشا. نجال خرجين القبائل فلتنهي التاجري كالتماشق مظاهرات تيجن دغباري أشل وامرا ودك صغير وان جانفي تغسل من العالم فوكس الشعب وانق مالي فاغنري إلى دينة هسل ليلنين نجاون الخرجين فلو هنطيجم دقتن هالتيكيت النت أكان نسدر ثقرة ثول السلام سد أبو بكر الأنصاري مسلايد سمشاق كتدينا نسيت سيفانا كي كتادي وثاتي اللي صارا شكون سينا يخدم إيغورا أطاس غرميسن أما كوكاد نتمزغا نعطيكاد نشق نسمر الماس فاتي اللي صارا تكون أتصور هذا وظن يزناني ناس كان ابن ساعة ثقرة انتدي ولد كي اسم الله نيذس أبو بكر الأنصاري نسيان أن مليل ذي سنتال نظام ذو والنظام أما ست مزغة أما سوق مضال سو مثلا يشد يكف مجيثنا غندي قيمة ذي ثلويث